بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم البنات، إن شاء الله فيديو اليوم يبقى مكان بخير وبصحة جيدة. فيديو اليوم رايحين نعملو داك التفصيل ودير القندورة بالكتان والأرغونزا. طبعا البنات كما قلت لكم اللي تحب تفصل قندورتها طريقة الداخل في الخارج تفصلها، من الأحسن يعني ديروا طريقة الداخل في الخارج في الموديلات هادو. واش راح نديرو البنات؟ راح نخدمو الباترون الاساسي تاعنا نتاع القندوره. راح نديرو نصفر الكتفين، نزول حردة الابط، ثم ربع دوران الصدر، ثم ربع دوران الخصر، ونوصل ما بين خط الصدر وخط الخصر، وننزل بالقندوره تاعي يفازي لغايه الطول المرغوب بهذا الشكل. نجي هنا نطلع مسافه متجينيش يعني القندوره تاعي مجونحه. نجينا طبعا نحدد عرض الرقبة اللي هو 8 سنتيمتر، ننزل ميل الكتف 1.5 سنتيمتر، نرسم ميلين الكتف، نحدد منتصف الحردة، نخرج من الزاوية 3 سنتيمتر ونرسم الحردة الخلفية. بالنسبة للحردة الأمامية دائما ندخلو من 1 إلى 1.5 سنتيمتر ونعدلو في الحردة نتاعنا. طبعا الرقبة الخلفية اعملوها نتوما مش حبيتو تنزلو فيها، ونقصو الباترون تاعنا من بعد نكملو باقي الشرح. راح نفصل الامام على الخلف بهذا الشكل. طبعا الخلف فقط نروحو نحدولو لي بانس. راح نجي هنا للمنتصف الخط هذا، وراح نطلع مسافة يعني بالمحور تاعي تاع البنسة، نطلع مسافة 15 سنتيم وننزل ب15 سنتيم، نخرج هنا 1.5 وهنا 1.5 ونرسم لابنس نتاعي نتاع الخلف بهذه الطريقة. طبعا ننقلها بنفس الشيء في الجهة المقابلة بهذه الطريقة. هذا بالنسبة للخلف يعني ما فيش عمل. بالنسبة للرقبة الخلفية حبيتوا يعني توسعوا فيها أو تعمقوا فيها، لكم الاختيار، هذا يرجع لكم البنات. هذا الخلف البنات فقط تجملوه في المنتصف، تخيطوا لي بانس. هذا قلنا الخلف. نروحوا الآن للأمام، هو اللي عليه العمل. بالنسبة للأمام البنات نعدلوا في الحردة تاعنا كما قلنا باش ما يجيناش داك الهواء في منطقة الصدر. نحدد لي بانس تاوعي، راح ندخل هنا مسافة 10 سنتيمتر. دائما نقول لكم المسافة هذه راهي ماهيش ثابتة البنات، يعني كل وحدة دير القياس نتاعها. حنطلع مسافة ما بين 10 إلى 12 سنتيمتر وننزل من 10 إلى 12 سنتيمتر، نخرج هنا ب1.5 وهنا 1.5 ونرسم لابانس نتاعي بهذا الشكل. حبيتو ديروا قص الاميره البنات تقدروا ديروا. نجينا للرقبه تاعي البنات، راح ننزل مسافه 14 سنتيمتر. اما من هنايا راح نميل المتر تاعي ونقيس يعني ما بين 20 سنتيمتر، واللي ما تحبش تعمق دير 18 سنتيمتر بهذا الشكل. حبيتو يعني تقوسوها شويه تقدروا يعني تدخلوا بواحد سنتيم وتعملوا تقويسه بهذا الشكل ونقصو هكذا. هنا تروحوا تستشفوا الرقبه تاعكم عادي البنات، تستشفوا الرقبه كما متعودين. بالنسبه للستيف راح نبقى نوضح للمبتدئات اللي يدخلوا معنا جدد كيفاش نعملوا الستيف تاع الرقبه. نجيبوا قطعه من القماش بهذا الشكل، نحطوا الرقبه تاعنا هكذا، نديو نفس القياس تاع الرقبه تاعنا هذا هكذا. هذا بالنسبة للسجاف البنات. نخرج هنا من 6 إلى 7 سنتيمتر وندي القياس هذا نتاعي بهذا الشكل.
هذا إذا حبينا نعملو السجاف بالقماش. أما إذا حبيتو تعملوه بالبي راح يجيكم طبعا أسهل. هكذا هذا السجاف تاعنا. باش نجيو نديرو، نجيو نحطوه بهذا الشكل. هذا الوجه تاع القماش، ونحطو الوجه تاع القماش ايضا بهذه الطريقه هكذا، ونروحو نخيطو نكرونتيو كامل الزوايا هذوك ونقلبوه للخلف بهذا الشكل. هذا بالنسبه للتبطين نتاع الرقبه هكذا. بالنسبه لهذيك الأورغانزا اللي راهي جايتنا في الصدر، طبعا حنا نجيو يعني تعملوا بالنسبه للمبتدئات تعملوا خط هكذا توصلوه لهنايا، من هنا ايضا تبعوه يعني مع الرقبه تخرجوا للحرده. هادو نعينوهم البنات. من بعد نجيبوا شريط الأورغانزا. شريط الأورغانزا هذا كيكون عرضه حوالي 10 سنتيمتر. حبيتو ديروه 8 تقدروا ديروه 8، لكم الاختيار. قلنا نجيبو شريط الأورغانزا هذاك. طبعا يكون طويل باش يعني كملنا من الجهه هذه حتى نروحوا للجهه الاخرى. نطويوها على 2. قلنا نديو هنا من 8 الى 10 سنتيمتر. نطويوها بهذا الشكل هكذا، ونجيو نعملو هنايا نخيطو هنا طبعا سورجيو اللي عندها سورجي، ونجيو نعملو هنايا ديبلي هكذا بهذا الشكل هكذا. نمشيو مع هذه القطعه هذه حتى يعني نخرجوا للجهه المقابله من هنا. باش تكونوا فهمتوني. كنا نجيبوا شريط نتاع الأورغانزا هذا يكون عرضه قلنا العرض تاعو هنايا يكون من 8 الى 10 سنتيمتر. نطويه بهذا الشكل، نخيطوه من هنا يعني نروحو نسرجيوه، من بعد نجيو نركبوه هنايا بهذه الطريقه. طبعا الطول اديو الطول يعني قيس هذا على مرتين باش يعني تقدروا تعملوا لي بلي هذو. من بعد تجيو هنايا هكذا تعملوا لي بلي يعني قد ما طولتوا راح يجيكم البلي هذوك يعني شابين. نكملوا حتى لهنايا نلحقوا للنص ونعاودوا نمشيو به الى غايه الجهه المقابله. يعني الشريط تاع الأورغانزا هذا تمشيو به بهذه الطريقه. بالنسبه للبنسه هنا طبعا ننقلوها في الجهه المقابله هنايا هكذا، يعني كما عملنا البنسه الاولى ننقلوها من هنا. نروحوا الان للاكمام. الاكمام كما راكم تشوفوا هذو الاكمام راهم دارجين يعني هذا العام ياسر. واش نجيو نديرو هنا؟ طبعا بعد ما تخيطوا الأورغانزا تاعكم تروحوا تفوتوا بالقالون هذاك على الخياطه. بالنسبه للكم البنات، الكم هذا تقدروا تديو في الطول تاعو حوالي يعني من 20 25 حتى 30 سنتيمتر هنا في الطول تاع الكم. اما من هنايا راح ندي 30 سنتيمتر ونمصل يعني على شكل كم كوربي هكذا. قلنا الطول راح يكون تقدروا تديو 20 تقدروا تديو 25 تقدروا تديو حتى 30 سنتيمتر. اما هنايا قلنا نديو 30 سنتيمتر يعني كي نفتحوه راح يكون حوالي 60 سنتيمتر، ورايحين نقصوه بهذا الشكل هكذا. واش تجيو ديروا البنات؟ نجيو نقيسو هنا مسافه 10 سنتيمتر 10 سنتيمتر، نعملو خط يعني بالطباشير ولا خط وهمي فقط هكذا. واش رايحين نجيو نديرو؟ راح نجي نخلي مسافه هنا حوالي 8 الى 10 سنتيمتر، ومن هنا ايضا من 8 الى 10 سنتيمتر، ونعمل تكميشات في هذا المكان. هذا المكان هذا هنا نعملو فيه تكميشات هكذا. يعني نتوما خيطوا ديروا خياطه هنايا في المنتصف وجبدوا فقط الخيط راح يعمل لكم هذوك التكميشات هكذا. نعملوا التكميشات هذوك في المنتصف هنايا هكذا. من بعد نجيب شريط من القماش، طبعا الكم راح يكون من الأورغانزا. نجيبوا شريط من القماش البنات يكون عرضه هنا العرض يعني واش حبيتو تديو فيه العرض. مثلا
حبيتو 6 سنتيم، حبيتوه 4 سنتيم، نتوما واش حبيتو العرض تاع القطعة هاذيك اللي حتجيكم هنا في الكم. نعطيوها على 2، نخيطوها، نقلبوها، الطول راح يكون 30 سنتيمتر هنايا. من بعد نجيو نخيطوها هنا ونحطو عليها القالو. ان شاء الله تكون مفهومه. واش عملنا لكم هذا نعملوا لكم هذا، ان شاء الله تكونوا فهمتوني. طبعا اللي ما فهمتش فقط تعاود الفيديو راح تفهم. قلنا عملنا التكميشات هذوك في المنتصف، نجيبوا شريط هنايا العرض تاعو يكون يعني 8 أو 6 سنتيمتر، نطويه على 2، نخيطوه من الجهة هذه المفتوحة، نقلبوه نحدوه. من بعد قلنا الطول هنا راح يكون 30 سنتيمتر، نجيو نخيطوه هنايا. بعد ما تخيطوه هكذا، قلنا بعد ما نخيطوه نجيو نحطو القالو تاعنا هنايا. القالو يعني واش عملنا في الزدر تاع القندوره نعملوه هنا في الكم، نفس الشيء للكم الثاني. ان شاء الله يكون مفهوم. هذا هو الموديل تاع اليوم البنات، ان شاء الله نكون افدتكم. نقولكم الى الملتقى ان شاء الله في فيديو اخر ومع موديل اخر باذن الله.